السلام عليكم، معكم محمد من قناة يوتيوب ميدو. كيف الشباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حابب اشارك معاكم جيم بلاي، يعني مش جيم بلاي، لقطات. جايب لكم لقطات ومعاه الشرح كمان، فايتات، وخاصة للناس اللي بتلعب سولو سكواد. وانا متأكد جدا اللي هيتفرج على الفيديو ده هيستفاد منه. عشان كده انزل بسرعة يا صديقي، حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تأخرش عليك في تنزيل الفيديوهات ويعني كمان يعني تشجعني ان انا انزل فيديوهات مشابهة لكده. وبس كده، اسيبك مع الفايتات دي ومع الشرح. حضر كوباية القهوة، مشاهدة ممتعة. طيب يا شباب، هنا في سكواد لقيته بوش، وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي جايين كلهم مع بعض. فاحسن حل ليك انك تقوم مسخن نت زي كده، جبت اتنين وتفتح بري فاير، تسبب البري فاير، تجيب التالت كده 3 نوك، وقعت 3 نوك، والرابع بتاعهم جاي. انت اللي تبوش عليه، ما تستنوش هو يبوش، انت تبوش عليه وتفاجئه، وتضرب بري فاير باخذ حركة الجويستيك شمال، وايزي هتشيله ايزي. وبس كده زي ما انتوا شايفين، جبت الاربعة ايزي وانتوا كمان هتسمعوا شوفوا قالوا ايه. حركة الندى واحد قال فيهم حركة الندى عجبتني. يعني شيلهم ايزي بالعقل، ويعني بالعقل لما يكون سكواد كامل بيبوش عليك، اول حاجة فكر فيها خد سرد وافتح نيد، وحاول تظبط النيد. يعني هتوقع اللي توقعه بالنيد، والباقي يبقى ايزي عليك. عشرة يا شباب، جي جي. حلو، بس عجبتني النيت بتاعتك. احلى مسا عليك على النيت. النيت احلى مسا. انا كنت بكلم كونكر، خلي بالك، بس انت احبطتني صراحه. انا هبطتك ايه؟ وهنا بعد ما خلصت السكواد ده تفنش على طول. سمعت صوت هنا، سمعت صوت تحت. طبعا انت تاخد يمين لقيته طالع، خد بريفاير وحرك الجويستيك شمال، طلع تاني على السرد، اكسر مشي البوتات وهتجيبه ايزي. وهنا فايت سمعت صوت. اول حاجة تفكر فيها يا شباب، تفتحوا ندات، استعملوا الندات في الفايت، هتفيدكوا جدا. وقعت الواحد، سمعت صوت جاي من بره، اعمل نفسي اللي انا افنش علشان التاني يجي مستعجل وما ياخدش باله. ايزي يا بيبي. وبعد كده فنش بقى. طيب هنا في عماير سكول كان في سكواد بش عليا كامل. السكواد ده كان جابني في المدينة وبش عليا تاني على طول. اول حاجة يا شباب اتعودوا عليها بقى وخدوها مني، اسمعوا مني بجد. اول ما سكواد يبش عليك، لو انت بتلعب لوحدك سولو او معاك سكواد، اول حاجة تفكر فيها تفتح نيد. رميت النيد الاول نوك، سخن تاني على طول نيد. طيب انا سخنت هنا نيد وكنت طالع ارميها له، لكن هو رمى مولوتوف. يعني كفر صاحبه صح ورمى مولوتوف. طبعا لقيته هنا بيرمى حاجة، تسيب الأوضة دي خالص، تغير مكانك. وانت بتفايت سكواد اتعود دايما ما تفضلش ثابت مكانك، يعني اتحرك من مكان للتاني، ما تفضلش ثابت خالص. يعني هيبقى السكواد هيجيبك ايزي لو فضلت ثابت مكانك. فانا هنا اتحركت وسحبتهم، يعني اهيل واظبط هيلي، وكده كده هما هيرفوا صاحبهم ويجوا عليا. طيب يا شباب، زي ما انا قلت لكم، يعني بشوا واحد سمعه فوق فوي. طيب هنا حرفوش، وبجد لعيب عاش عليه. هنا كان في السطح ونط من الشباك ورمالي وضربني بالسلاح، ضربني بسنايبر. طبعا هنا انا رفيت دمي، هو بش على طول مستعجل ليه؟ لان جابني زي ما انتوا شايفين. اخلص بس الفايت ده. طيب يا شباب، اقول لكم انا خلصت ازاي. جابني زي ما انتوا شايفين بالسنايبر وطلع يبوش جامد، فانت لا تفتح نيد لا تفتح مولوتوف، هو هيخش فيه. فبالتالي اول ما وقعت صاحبه
اول ما وقعت صاحبه صحابه التانيين هيستعجلوا ويبشوا عليك، في قلب المولوتوف عشان طبعا ما تفنش صاحبه وتجيبهم ايزي زي ما انتوا شفتوا. يعني تسحب خصمك وتستدرجه وهيجي مستعجل وترمي مولوتوف تفايته وترمي نيد وتجيبه ايزي. طيب هنا يا شباب كان في واحد على السطح والتاني في ريحه، فانا يعني حاولت ارمي نيد اجيب الاولاني. طيب هنا نقول اللي هو اتدمج والتاني على السطح، فانا ما ينفعش ابوش لده لان السطح هيجيبني ايزي. طيب يا شباب اللي على السطح نزل تضرب بري فاير على طول، تسبب البري فاير تجيبه ايزي وتاخد سيرد وتفتح بري فاير على مكان على الصوت اللي انت سامعه هتجيبه ايزي. طيب هنا هو معاه شوت جن، تعمل يعني احسن حاجه تضيع بيها الايم، تعمل جامب على الشوت جن، والتاني كان جاي ضربت بري فاير وجبته ايزي. احسن حاجه لما تلاقي حد معاه شوت جن يا شباب تضرب بري فاير هتجيبه ايزي. طيب هنا سمعت ده جاي من هنا تاخد سرد وتتبيك وهتجيبه. طيب هنا في سكواد واحد شمال واحد يمين زي ما انتوا شايفين، والشمال دمجني، تستنى لما يخلص طلب وتمشي ماشي البوتات وهتجيب الاول، والتاني فتحت ردة فعل سريعة عليه، فتحت بري فاير وجبته. طيب وسمعت صاحبه من الاخير جاي هنا. طيب حاول تبيك لما تلاقي حد قدامك، تبيك يعني تطلع تضرب وتنزل تاني تضيع ايمو وهتجيبه ايزي. وهنا كان في واحد يعني هو بجد عاش عليه لعيب، فتحت ان هي دمشته، وحاول خليك انت اليمين يعني تاخد انت سرد اليمين وهتجيبه ايزي، وتطلع تمشي البوتات وتجيبه ايزي. هنا لما الايم بتاعك يضيع تلحق نفسك اسهل واسرع حاجه تلحق نفسك بيها لما ايمك يضيع تمشي ماشي البوتات. طبعا ركزوا معايا هنا في الفايت ده يا شباب، السكواد ده بش عليا، انت ماسك سرد يمين ما تطلعش من السرد، تبيك وتخش، جبت التاني تضرب بري فاير تجيب التالت وهتجيب الرابع ايزي. ده يا شباب ما تطلعش من بره السرد وانت في عمار سكول وفي الاوضه وبش عليك سكواد، ما تطلعش منها اهم حاجه. وانت واخد سرد في عمار سكول حاول تاخد سرد في اليمين يعني في الاوض اليمين، ما تاخدش شمال ابدا، وتبيك وتخش ما تطلعش بكامل جسمك. ولما تنوك واحد واتنين التانيين هيخشوا عليك، يعني هيخشوا عليك بسرعة عشان ما تفنش اصحابهم، تضرب بري فاير، كل اللي عليك تضرب بري فاير بس هتجيبه ايزي. طبعا انا شفت ناس قدامي سخنت نيد، طبعا دمجته وهنا دمجني فمضطر اسحب وهيل، وسمعت صوت تاني جاي فسبتهم يعني يمسكوا ببعض، وانا على ما هيلت جبت ده. طبعا التاني كان نوك واحد جابه من ورا فانا جبت ده وفنشته على طول. طبعا سمعت صوت هنا وهو راميله مولوتوف، سخن نيد وهتجيبه ايزي. اول ما تسمع صوت وهو واخد سيرد قريب منك سخن نيد وهتجيبه ايزي. طبعا هنا يا شباب سكواد بش عليا، اول حاجه بفكر فيها طبعا زي ما قلت لكم تفتح نيد، اول ما سكواد يبش عليك بالذات في عمار سكول تفتح نيد. هنا كان عند الباب برميلي نيد، رميتني اول نيد جبته، طبعا ما ينفعش انزل ابش عليه لان كان في واحد ماسك الباب وفي واحد عند الباب بره يعني مكان ما وقعت صاحبه، فينفعش ابش عليهم. رميت هنا مولوتوف، مفروض كانت تجيب واحد بس ما يعني ما اعرفش ازاي ما جابتهوش. على العموم ماشي ترمي هنا مولوتوف على الباب، طبعا هم كلهم مش عايزين يبشوا عليك، يعني هم 4 مش عايزين يبشوا عليك، ده نتيجة اللي انت مش ثابت مكانك وبتلعبهم كويس ومش مديهم فرصة يبشوا عليك. طبعا اول ما تسمعهم طالعين تفتح نيد،
تسخن النت كويس وترميها. طبعا اكيد هما طلعوا ورا صاحبهم اللي طلع على طول ده، واكيد اتدمجوا. فانت تمسك سردينة وما تطلعش بكامل جسمك وتحاول تبيك من ورا السرد. جبت الاول وجبت التاني وتبيك وتجيب التالت، وتعكس حركة اللعب بتاعك عشان تضيع الايم بتاعه. طبعا بشيت هنا كان في ناس مكمبرة وسمعت صوت جاي، تاخد سرد وتبيك هتجيبه ايزي. طبعا يعني صاحبه انا جبت صاحبه، فاكيد هو هيجي مستعجل، فانت تفاجئه بمشي البوتات وتكسر ايمو وتسبق بالبري فاير وتجيبه ايه. جي جي. طبعا هنا رميت نيد عشان تلغوش صوته وما يسمعكاش، وجبت الاول ايزي. طبعا هنا كنت برمي مولوتوف بس هي ما جتش، فانت ماسك السرد هنا تطلع تدمج الاولاني وتتحرك. بصوا يا شباب، لقيت زي ما انتوا شفتوا انا ضربت على الاولاني اللي جالي من فوق، فكان في واحد جاي من تحت، فانت بسماعاتك تحدى ان واحد اقرب ليك وتبش عليه وتسيب اللي في ظهرك. بعد ما تخلص اللي اقرب ليك ت... يعني تفاجئه ببري فاير وهتجيبه ايزي زي ما انتوا شفتوا كده. والاخير بتاعهم انت تفضل واقف مكانك هنا، الاخير بتاعهم هيجي طبعا وهيتفاجئ اللي انت لسه مكانك وتجيبه ايزي. جي جي. طبعا سمعت صوت من هنا ضربت بري فاير دمشته. طبعا يا شباب هو هيرمي مولوتوف او نيد علشان يلحق يهيل، فانت طبعا تكون عارف كده وتسبق قبل ما المولوتوف تأثر عليك او تدمجك. وطبعا سمعت صوت صاحبه جاي، فانت تسخن نيد من بعيد عشان ما يسمعش صوتها وتحاول تظبطها بالظبط كده. ابلع يا بيبي. طيب هنا يا شباب سكوادي وقع نوك تمام، وواحد بش عليهم، فانا خدت مكان بعيد عنهم شوية عشان ما يشوفنيش وجبت الاول ايزي. وطبعا سكوادي هيبش على طول لان موقعين اتنين وفاضل واحد، فسكوادي هيبش على طول. فانت ما ترفز صحابك لغاية لما تشوف السكواد هيعمل ايه وتعرف تفايت. فسمعت صوت جاي من هنا ضربت بري فاير جبته، والتالت تفنش على طول. فطبيعي انت موقع واحد وفنشت واحد فصاحبه ما يبوش عشان انت برضو عندك اتنين واقعين، فهو هيكون جاي من هنا من اليمين هنا وحاسبك اللي انت عند العربية، فتطلع بالبري فاير وتظبط ايمك هتجيبه وبس كده.